النرجسي عقلية طفل بيفتعل أي مشكلة من اللاشيء لكي يجذب انتباه الآخرين. أنت بتتعامل مع طفل، ننا هو ننا راح ننا جه، هتلاقي فجأة كده مشكلة من اللاشيء، مفيش حاجة حصلت، يفتعل أي مشكلة عشان يخليك تبص له وتدي له اهتمام، لأن بيحب الاهتمام، يحب المدح، يحب ان انت تنفخ فيه ترفع فيه. جواه فاضي، مفيش ثقة بنفسه. فهتلاقي وانت قاعد كده بتسأل نفسك هذا السؤال: هو في حاجة حصلت؟ هو في ايه؟ تتفاجأ انك بتتعامل مع شحط، ده اسمه راجل. مع العشرة معاه بتعرف ان هو نرجسي عاشق ذاته، بيحب يشوفك ان انت قرفان وزهقان وتعبان ونفسيتك زي الزفت وهو يفرح. تتفاجأ ان انت بتتعامل مع واحدة فجأة كده دماغها فسافيس وفسفس، مفيش اصلا اي فكر، مفيش اي حاجة، مفيش ثقافة، مفيش تعليم، مفيش اي حاجة سوى انك بتتعامل مع طفل. بيبقى كده واحد يعرش على زريبة، جثة قصادك اسمه راجل، وتلاقي جثة قصادك انت اسمها ست شكل، من بره هلا هلا ومن جوه يعلم الله. جثة من بره لكن عقلية فس مفيش. تعمل لك او يعمل لك اي مشكلة من لا شيء. لو انت مش دارس كويس سلوكيات واضطرابات الشخصية النرجسية هيخليك تضرب. ايه ده؟ تخيل بقى ده جوزك، تخيل انت يا حوكة دي مراتك، تجننك يا حوكة، تجننك، تخليك تضرب. بس لازم تخلي بالك تكون دارس الشخصية النرجسية عشان تعرف تتعامل معاه. التعامل معاه تجاهله، ما تدلوش اي اهتمام، يولع يا هيما يولع. ما تديش اي اهتمام، تسيبه كده زي الكلب البلدي، ما تدلوش اي اهتمام يولع. يبص لك كده: ايه ده؟ انت مش حاسس بيا ولا ايه؟ تشيله من حياتك، ارمي من حياتك، لانه هيجننك هيتعبك. ما بتغيرش يا هيما، ما بتغيرش يا مدام تفيده. هو انا مش فاضلكم عشان اجيب لكم شويه كسكسي وزلابيا؟